السلام عليكم. حنعمل مكبوس الكنعد والروبيان من ألذ الوصفات للرز الخليجية. هنا نقلي الكنعد بعد ما بهرناه وحطينا له شوية ثوم على الجهتين حتى يحمر ونشيله على جنب. طبعا الزيت اللي نقلي فيه السمك حيكون منكه جدا برائحة السمك، فنستخدمه بعد ما نشيل السمك نستخدمه للكشنة، وحكتب لكم كمان بهارات الأرز. هنا نضيفه على البصل المقطع ونبدأ نحمر البصل حتى يوصل اللون مرة حلو، يكون عندنا شبت ويكون عندنا بهارات حكتب لكم هي، وملعقة ثوم. لما يبدأ البصل خلاص يتحمس كويس ويحمر نضيف ملعقة الثوم، ثم نضيف البهارات المصححة والمطحونة والملح. ولو عندنا راس السمكة نفسها حطوها كذا وبعدين نشيلها قبل ما نرمي الرز، حتعطي كمان نكهة قوية للرز. عندي هنا روبيان جمبري نظيف، حبدأ على كذا في جهة، يعني أخذ جهة من القدر وأبدأ أخليه يتحمر على الجهتين 3 دقائق كذا، وبعدين أشيله مع السمك. شوفوا جنبت الكشنة على جنب وحمرت الروبيان على الجهة الثانية. هنا نضيف شوية طماطم ونضيف كمية حلوة من الشبت ونقلب كويس حتى تذبل الطماطم. نضيف الموية، ولو عندنا قلت راس السمكة كمان نحطها وبعدين نشيلها قبل، نخليها 10 دقائق بعدين نشيلها قبل ما نرمي الرز، بس أنا ما كانت عندي. نضيف الرز ونعادل الموية، يعني نضيف عليها الموية لأن الموية هنا قليلة فضفت كمان موية، وأخليه أول مرة على نار عالية ألين يشرب شوية الموية، وبعدين نرخيه على نار مرة واطية ونخليه كمان 3 ساعة ألين يصير حبة بحبة كده، ونبدأ نقدمه في صحن التقديم وفوقه السمك وفوق الروبيان. وبالهنا والعافية، أتمنى تجربوا الوصفة، ولو عجبتكم اكتبولي، ويا ليت تكتبوا لي طريقتكم وفي ايش تختلف عن طريقتي. وبالهنا والعافية، لا تنسوا اللايك. شكرا.